أهلا بكم، والبداية بالخبر الذي هز أركان الوسط الكروي في العالم، حيث أعلن برشلونة رحيل نجمه ليونيل ميسي، معيدا السبب في ذلك إلى المعيقات الاقتصادية المرتبطة بالأساس بسقف الرواتب الخاص برابطة الدوري الإسبانية. الوضع محزن في برشلونة. زلزال بدرجة عالية في كاتالونيا سببه خروج ميسي من البيت الكتالوني، ضربة موجعة للجميع لأن لا أحد كان ينتظر ذلك، فالجميع كان واثقا من تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لكن تعثر المفاوضات مرة أخرى بين الطرفين جعل باب الوفاق يقفل نهائيا بسبب المعيقات الاقتصادية والمرتبطة في الأساس بسقف الرواتب الخاصة برابطة الدوري الإسباني. النادي خرج للعلن ولو على مضض ليؤكد خروج الجوهرة الثمينة من المتحف الكتالوني. العقل يتوقف هنا عن التفكير، فاللاعب ارتبط اسمه ببرشلونة منشأ وتألقا، لكن سياسات الفريق الكتالوني في السنوات الأخيرة وغيابه عن التتويج بذات الأذنين وافتقار التركيبة البشرية للفريق للاعبين تتوازى قيمتهم الرياضية مع قيمة لابولغا جعلت ميسي يحس بأنه وسط فريق غير تنافسي. ليس وحده برشلونة من سيعاني بخروج الأيقونة الأرجنتينية، ليس وحدها الليغا من ستبكي أيامها بخروج فنان زمانه ومكانه، ليس وحده لابورتا من سيذكره التاريخ بأن ميسي خرج في عهده رغم أنه ورث تركة ثقيلة من سلفه، بل كل عاشق للفريق الكتالوني ومحب للبرغوث سيجد صعوبة في تقبل هذا الخروج الذي وصف بأنه خروج من النافذة. ميسي إلى أين؟ الأيام ستقول. ميسي بقميص آخر وعين المتلقي ستلاحقه أينما رحل. لابولغا قدم كل شيء لبرشلونة ولم يكن يريد الرحيل، لأنه لم يجد إلا قبلة وداع ليتركها محفورة في تاريخ جدران كاتالونيا. هذا هو الارجنتيني، هذا هو شويه من اينشتاين، شويه من جوزيبي فيردي اذا اوبرا، اذا انت فنان، شويه من تشارلي شابلن، كانه يستعرض في الفنون ويتكلم لغه صامته ولكن معبره. ان تكلمت بلغه الرسم فهو ليوناردو دافنشي، كان تكلمت على انه نحات فهو اكيد اكبر النحاتين رافاييلو، اذا كنت من العلماء فهو الطبيب الكسندر فليمنج الذي اكتشف البنسلين، هذا الذي اكتشف من سنين علاجك يا برشلونة.